بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض ميني بيتزا تحفه وحكايه، تنفع بقى لللانش بوكس للمدارس، حاجه كده لو محتاره تعملي لاولادك سندوتشات ايه، حاجه تحفه وحكايه. وهتطلع معايا زي ما انتم شايفين لونها تحفه كده وقمر وجميله، وهنضيف لها مكونات بقى مفيده وصحيه، وهتطلع معانا طريه ولا اروع، طعمها تحفه وحكايه. انا سهام، دي قناتي، لو اول مره تنوروني وتشرفوني فضلا وليس امرا يا ريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب عشان قناتي تكبر بيكم. ويلا نشوف مقاديرنا مع بعض. عندي نص كيلو من الدقيق، النص كيلو من الدقيق ده عباره عن 4 كوبايات. هضيف عليه معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر. انا بضيف بالمعلقه الصغيره، حطيت 2 يعني بيعادلوا معلقه كبيره. والسكر والخميره، السكر طبعا احنا عارفين بنشط الخميره، مع ان الجو لسه حر معانا مش محتاجين تخمير كتير. معلقه كبيره من الزعتر بيخليلك العجينه في حته تانية. طبعا معلقه من الملح، وهقلب كل المكونات الجافه بتاعتي. باقي عندي اللبن البودر ده، لو مش حابه تضيفيه براحتك انت، بس بعللك التست بتاع العجينه وبيخليها لك روعه وتحفه وحكايه. عندي لبن رايب، زبادي، براحتك انت خالص. ضايفه عليه معلقه من الخل، معلقه الخل بتطر العجينه معايا. هقلب كده العجينه، وطبعا مش العجينه لازم بايديكي، ما ينفعش بمعلقه، يا بايديكي يا بعجان. العجينه لسه طبعا فيها دقيق. هضيف لها حوالي معلقتين كبار من السمنه او من الزبده، بس انا بفضل السمنه او الزبده، بلاش زيت عشان بينشف العجينه معاكي. واخدم العجينه بقى من 3 ل5 دقايق لحد العجينه ما تكون ناعمه معايا وتسيب من ايديا وتكون طريه قوي قوي كده، وانا حاسه بطراوه وحلاوه العجينه في ايديا. هلم العجينه بتاعتي كده تمام قوي، شايفين اتلمت ونضفت لي الطبق ونضفت ايديا كده تمام قوي قوي قوي. هضيف لها معلقه من الزيت واغطيها واسيبها لما تختمر وتتضاعف معايا وتبقى تحفه وحكايه. وهحطها كده في مكان وابدا اديكي تركايه حلوه قوي للصلصه. طبعا الصلصه بتاعتي عباره عن ايه؟ طماطم. الطماطم بتاعتك حسب كميه العجين اللي عندك. انا هديك الطريقه دي ممكن تعمليها لاي وصفه فيها طبيخ طماطم يعني. عليها بصلايه وعليها قرن فلفل حراق او بارد، وعليها معلقه، نص معلقه من الثوم ومعلقه من السكر ومعلقه من الملح. ممكن تضيفي الثوم بودر والبصل بودر، بس انا بفضل كل حاجه فريش كده معاه. وهضيف لها حوالي 3 معالق كبار من الميه، واحطها على النار تغلي كده وتهدى وتتسوى يعني وتنشف، وبعد كده هضربها واستخدمها. ماشي. دي تبقى صلصه للمكرونه، للطبيخ، لاي حاجه متواجده عندك. عندي هنا بقى العجينه بتاعتي اختمرت، وانتوا شايفين بقى مختمره وشكلها جميل جدا جدا جدا. عندك بقى صينيه تدهنها من الزيت، اي حاجه عندك هتقطع عليها العجينه بتاعتك. هقطع العجينه بتاعتي حوالي 4 كور، يعني بما ان 4 كوبايات هم عملوا معايا 4 كور، كل كوبايه عملت كوره كده معايا. وهغطيها واسيبها لما ترتاح خالص عشان تتفرد معايا وتبقى سهله وبسيطه. نيجي بقى للحشوه الجميله بتاعتنا. عندي فلفل الوان اصفر، اخضر، احمر، طماطم، زيتون. بما انك لو هتديها لاولادك للمدارس، انا ما بفضلش تضيفي فيها لحوم نهائي، خلي حاجه المدارس كده تكون ايه، من غير لحوم. عندك قطعه من الجبنه القريش، تحفه وجميله وفايدتها مفيده جدا لاطفالنا. ضيفيها على الخضار. احنا عارفين ان الجبنه القريش ده اصل الجبنه الموتزاريلا اصلا هي جبنه قريش، فضيفي الجبنه القريش كده تعلي التست بتاع الخضار بتاعك، وكمان مفيده لاطفالنا. وبعد كده ضيفي عليها جبنه موتزاريلا، وقلبي كل المكونات على بعضيها كده. طبعا عايزه تخلي كل حاجه لوحدها تمام براحتك انت، كل واحد حسب هو بيحب ايه. انا كده الخلطه المكونات بتاعتي بقت جاهزه. الحشوه هفرد العجينه معايا زي ما انتم شايفين، ماشيه وسهله، لانها طبعا اختمرت معايا. ومعجونه تمام قوي، ماشيه زي السكينه في الحلاوه زي ما بيقولوا كده، جميله. هفردها كده بالسمك اللي انتم شايفينه ده. طبعا هي مش رفيعه ولا حاجه، ده هي لسه لما بتدخل الفرن بترتفع معايا شويه حجمها يعني. هقطعها تقطعي قطاعه بكوبايه براحتك انت خالص. عندي بقى صينيه دهناها كده دهنه خفيفه من الزيت، وهرش لها بقى التركايه دي. دي السمولينا اللي هو بنعمل بيه البسبوسه. تديكي القرشه بقى اللي انت بتاكليها في المحلات دي، وتقولي القرشه دي جايه منين. هتخلي لك البيتزا بتاعتك او الميني بيتزا حاجه تانية خالص، تحفه. جبت قطعه بقى ايه، هقطع لكم شكل تاني. جبت قطعه من القطع الكبار وقطعتها كور صغيره، عملتها بالكوبايه كده شبه الاسوره كده، وهتضغطي عليها كده وتحطي الحشوه في قلبيها كده بكل سهوله وبساطه. هعملها بقى بالشوكه كده عشان خاطر هخرمها بالشوكه كده عشان خاطر ما ترتفعش معايا في فتره التسويه.
هخرم كده بالشوكة كل اللي عندي، وبعد كده هدهنها بالصلصة. الصلصة اللي انا عاملاها دي اللي هي الطماطم، طبعا ضربتها شوحت فص توم مع الزعتر وحطيت عليها الطماطم لما اتسبكت كده. المقطع ده طبعا هو يعني مش عارفة ما ظهرش. فهو عبارة عن ايه، ان انا شوحت التوم بالزيت بالزعتر، حطيت عليه الصلصة بس اتسبكت معايا. هحط الحشوة بتاعتي كده، وطبعا انا لسه هضيف لها جبنه موتزاريلا بس لما تدخل في السوا، عشان خاطر تبقى موجوده كده فوق وسايحه كده وطريه وجميله. حطيت الحشوه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين شكلها تحفه. اللي احنا عملناها دي تضغطي عليها بايديكي طبعا، لان العجينه ما شاء الله جميله بتختمر بسرعه. بعد كده ندهنها بالصلصه، ونرجع تاني نضيف عليها الحشوه بتاعتي. كده خلصت كل الكميه اللي عندي، هدخلها على نار عاليه من تحت عشان خاطر ما تنشفش معايا. لو ما احمرتش معاكي تولعي عليها الشوايه طبعا. وزي ما قلت لكم حبايب قلبي، انا هضيف عليها جبنه قبل ما احطها في الشوايه قبل ما تتحمر. انا بوريكم كده طلعت، بصوا ما شاء الله لونها زي القمر كده، ومحمره وجميله وتحفه وهشه وريحتها قلب المكان. حاجه كده تحفه وحكايه. لو لسه بقى ما حطيتوش اللايك، يلا حطوا له اللايك كده عشان يوصل لكم مني كل جديد، وفعلوا الجرس. وانتظروني في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، سواء كانت جولات او اكلات هتنال اعجابكم باذن الله. مستنيه ارائكم في الكومنتات، تعملوها وتجربوها وبألف هنا ان شاء الله. مع السلامه، في رعايه الله وحفظه.